هنا حيث كان الحلم. المعيد. قصة شاب عنده حلم زي كل واحد فينا، حلم انه يتعين معيد في الكلية اللي التحق بيها بعد عناء وكفاح في الثانوية العامة، واحدة من أعرق الكليات، كلية هندسة البترول والتعدين، جامعة السويس. حبه وشغفه للتعليم والعلم كان اللبنة الأساسية في اختياره للطريق ده، طريق المعيد. وبعد تخرجه بامتياز مع مرتبة الشرف وكونه ضمن أوائل دفعته، جاله خطاب رسمي بالتعيين في الكلية اللي حلم إن هو يتعين بيها. كانت فرحته بالتعيين كبيرة أوي وقتها، لأنه مش هيحقق حلمه، إنما هيبدأ طريق حلمه، طريق لا يخلو من الصعوبات والتحديات اللي موجودة في أي طريق. لكن لما تكون الصعوبات والتحديات في طريق شغفك او طريق انت اخترته بنفسك، بيكون قدرتك على مواجهة الصعوبات والتحديات اكبر بكتير. استلم تعيينه في الكلية وبدأ في ممارسة عمله، بل ممكن نقول شغفه مش مجرد عمله. كم الحاجات الاساسية اللي اهتم بيها في البداية هي مكتبه. تعالوا نفتح المكتب ونشوف. ومن وقتها كان بيفكر ازاي يفيد اكبر عدد من الطلاب، عشان كده اسسنا قناة المعيد اللي هتكون سند لكل طالب في مختلف المراحل التعليمية باذن الله. هتلاقي على قناة المعيد محتوى متنوع يشمل نصايح للمذاكرة بشكل عام، أو مذاكرة مواد تخصصية، أو حتى مذاكرة مواد متخصصة بمجال المعيد وهو مجال الأويل أند جاز أو مجال هندسة البترول. كمان هنتكلم عن مهارات أساسية، مهارات أساسية بيحتاجها الطالب إن هو يتعلمها في فترة الدراسة، علشان ممكن توفر ليه دخل في أثناء الدراسة، او حتى هتساعده بعد كده في سوق العمل ان هو يلاقي الوظيفه المناسبه. وكمان هتلاقي على قناه المعيد بودكاست سند، اللي كل مره هنستضيف فيه شخصيه مؤثره تقدر انت تستفيد بخبراتها ونصايحها وتكون سند ليك في حياتك. اما ما يخص اسم القناه، فالقناه اسمها المعيد، سميناها المعيد عشان في فجوه موجوده بين الطالب او حديث التخرج وبين سوق العمل، والوحيد القادر على سد الفجوه ديت هو المعيد. لان الطالب ممكن نقول عقله لم ينضج كفايه ان هو ممكن محتاج يعرف ايه المهارات الاساسيه المفروض محتاجها عشان تاهله بعد كده لسوق العمل. وممكن اللي في سوق العمل وبقاله فتره كبيره في سوق العمل، او حتى دكتور الجامعه، ممكن مشغول بمهارات بحثيه او مهارات اداريه او اشياء اداريه اخرى ممكن مشغول بيها، فمش قادر ان هو يوصل لعقليه الطالب او حديث التخرج. فالوحيد اللي ممكن نعتبره حلقه وصل بين الطالب او حديث التخرج وبين سوق العمل هو المعيد، عشان كده سمينا القناة المعيد. لو أجملنا في النهاية هدف القناة، فممكن نقول هدف القناة نلاقي فيه أهداف عامة وأهداف خاصة. أهداف عامة تتمثل إن إحنا نتكلم عن مهارات أساسية بيحتاجها الطالب في فترة الدراسة إن هو يتعلمها عشان تفيده في فترة الدراسة، وحتى بعد كده بعد فترة الدراسة في سوق العمل. تعرف إزاي الطالب يختار أو كيفية الاختيار الكلية المناسبة سواء في مصر أو خارج مصر. هنتكلم عن نصائح تربوية من واقع حياتي التدريسية والحياة العملية. هنتكلم عن لقاءات وحوارات مع طلبة حتى وحديث التخرج. هنتكلم عن نصايح في مجال المذاكرة، ونصايح ازاي تنظم حياتك بوجه عام. وهنتكلم ده طبعا من واقع الكتاب، اول كتاب نشرناه بفضل الله هو كتاب لعبة الحياة، وازاي تحول اهدافك فعلا للعبة، وازاي تدير حياتك وتستمتع بلعبة حياتك. هنتكلم كمان عن الماجستير والدكتوراه، من بداية اصلا ازاي تختار او امتى تسجل الماجستير والدكتوراه، وازاي تختار النقطة اللي هتسجل فيها الماجستير والدكتوراه، وازاي تدور على منح او بعثات تكمل دراسة ماجستير ودكتوراه خارج مصر، او حتى لو هتدرس جوه مصر ايه الاماكن اللي ممكن تدرس فيها ماجستير ودكتوراه جوه مصر. واتكلم عن كيفيه البحث العلمي والكتابه العلميه، وكمان لقاءات مع اصحاب رسائل ماجستير ودكتوراه. وايضا ضمن الاهداف العامه في القناه هو بودكاست سند، اللي كل مره هنستضيف فيه شخصيه مؤثره تقدر ان انت تستفيد بنصايحها وخبراتها وتكون كسند ليك في حياتك. والشخصيه هتكون كمان دكاتره واساتذه افنوا عمرهم في التعليم والتدريس كلمسة تقدير ووفاء ليهم. ده كان ما يخص الأهداف العامة في القناة. أما ما يتعلق بالأهداف الخاصة، فهنتكلم عن شرح مواد مبسطة في مجال الأويل أند جاز أو مجال هندسة البترول. هنتكلم عن فيديوهات مبسطة نقدر نوضح فيها شركات اللي موجودة في مجال البترول. وكمان هنتكلم عن مؤتمرات ومجلات علمية بتصدر في مجال البترول، ومؤتمرات إزاي ممكن تشارك فيها بحث علمي، أو حتى ممكن تشارك فيها كفيزيتور وتفيدك في مجال التخصص في مجال هندسة البترول. في النهاية أهلا ومرحبا بكم في قناة المعيد، في مكان هتلاقي فيه شخص شبهك، شخص عنده هدف،
حقق جزء منه وما زال بيجتهد ويعافر عشان يحقق اللي باقي من هدفه. عشان كده صنع العالم اللي خاص بيه، ولابد انك تصنع العالم الخاص بيك عشان تجتهد وتعافر عشان تقدر توصل وتحقق هدفك. وشعارنا دايما زي ما بنقول Welcome to my own world, leave a positive impression or just smile. كان معاكم عبد الله نبيل، ونلقاكم على خير في فيديو جديد على قناة المعيد. ما تنساش تاخد جولة في الفيديوهات الموجودة على قناة المعيد، لعل فيديو منهم يقدر يكون فيه معلومة تقدر تفيدك. شكرا لكم، سلام.